السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. احنا ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض احلى صينية كوسة بالبشاميل، سهلة وجميلة ولذيذة وخفيفة ومفيدة جدا جدا. يعني انتوا عارفين بقى فوائد الكوسة مفيدة جدا قد ايه. طبعا قبل ما نشوف المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير نصلي بينا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، ونشوف مع بعض المقادير وكمان نشوف طريقة التحضير. طبعا شكلها يفتح النفس من غير ما اتكلم. انا دلوقتي جبت معايا كيلو من الكوسة، الكمية اللي انت محتاجاها، يعني الكمية بتاعت الكوسة دي ترجع لك انت، عايزة الكوسة كتير عايزة الكوسة قليلة، بس يعني الكوسة على كمية اللحمة اللي انا عاملاها هي كيلو. انا جبت الكوسه بتاعتي نقعتها في ميه عشان طبعا بيبقى فيها رمل، غسلتها كويس، قطعتها كلها بسمك واحد، حبه تقطعيها مدوره قطعيها، حبه تقطعيها زي السمبوكسه كده قطعيها، ده كله يعني يرجع لك انت، بس اهم حاجه تبقى في سمك واحد وما تقطعهاش رفيعه خالص. طبعا انا معايا ربع كيلو من اللحمه المفرومه، انا معصجاها كانت عندي. العصاج ده احنا عملناه كذا مره مع بعض، واللي ما شافهوش ممكن يقول لي وانا اعمله لكم تاني وانزله لكم. ده ربع كيلو من اللحمه المتعصجه. تمام كده. انا دلوقتي معايا البهارات بتاعه الكوسه بس، لان انا كده البهارات بتاعه العصاج كويسة، مش محتاجة اي حاجة تانية، الكمون وفلفل اسود والسبع بهارات، وهحط لك بقى عليها تيست كده يوديها لك في حتة تانية، رشة من جوز الطيب، ومعايا كمان مكعب من المرقة وشوية ملح. جبت حلة جميلة كده حطيت فيها مادة دهنية ايا كان بقى، زيت سمنة، هسخنها كويس وهنزل عليها بالكوسة بتاعتي الجميلة القمر دي، وبعدين هحط عليها التوابل بتاعتها وهقلبها تقلبتين كده. تمام. لغاية لما تستوي، يعني نص سوا، انا مش عايزاها تستوي كاملة، فاهمين؟ علشان احس بطعم الكوسة كده وما تبقاش مهرية، تبقى الكوساية الواحدة بوحدتها كده. طبعا ممكن بقى تاكليها بعيش، ممكن تاكليها مع الرز، دي برضو حرية شخصية. تمام كده. انا دلوقتي بعد ما قلبتها تقلبتين، كل اللي هعمله دلوقتي انا بعمل البشاميل، وعملنا البشاميل كذا مرة مع بعض، بس اهم حاجة تعملي البشاميل بتاعك يكون تقيل مش خفيف. انا كده خلصت البشاميل وخلصت الكوسة وجبت البايركس بتاعي زي ما احنا شايفين، او الصينية بتاعتي. انا هحط حبة بشاميل في اول البايركس كده، وهنزل بالكوسة بتاعتي. انا مش هقلب الكوسة على اللحمة، انا ما بحبهاش كده. حطيت الكوسة بتاعتي رصيتها كده، دلوقتي هنزل باللحمة بتاعتي وهفردها برضو زي ما احنا شايفين. ما شاء الله لا قوة الا بالله، شكلها جميل جدا جدا، ويعني تفتح النفس اصلا. ان شاء الله هتعجبكم وهجربها وتعجبكم. انا دلوقتي هنزل بالبشاميل بتاعي زي ما احنا شايفين كده، البشاميل بتاعي تقيل، شايفين؟ مش خفيف خالص. حطيت البشاميل بتاعي خلصته، وطبعا مسخنه الفرن، هدخلها في الفرن وهوريها لكم. تعالوا بقى اوريكم الطبقات بتاعتي الجميله. كل حاجه بصوا متنظمه، البشاميل، اللحمه، الكوسه، البشاميل، ما شاء الله لا قوه الا بالله. وان شاء الله يا رب اكون عند حسن ظنكم، وما تنسوش التعليقات، واهم حاجه الشير واللايك كتير عشان كل جديد من يوماتي توصلك. مع السلامه في يوميات دودو جديده، واستنوني في كل جديد. مع السلامه.